تعال اقول لك على الطريقه اللي انا اتعلمت بيها المونتاج. اولا انا ما اخدتش اي كورسات عشان اتعلم المونتاج، عشان كده انا حابب اشاركك الطريقه اللي انا اتعلمت بيها عشان هي مختلفه شويه، وكمان هنطبق الطريقه دي مع بعض خطوه بخطوه. ومن غير كلام كتير صلى على النبي ولايك وشير، يلا بينا نبدا. الطريقة اللي أنا اتعلمت بيها مونتاج يا شباب كانت مختلفة شوية. زمان على اليوتيوب ما كانش فيه كمية الشروحات ولا التوتوريال اللي أنت تتعلم منها مونتاج، وما كانتش كمية المعلومات دي متوفرة بالشكل اللي انتوا شايفينه دلوقتي. والطريقة اللي أنا اتعلمت بيها هي من أفضل الطرق اللي أنت تتعلم بيها أي مهارة، وهي المحاكاة. يعني مثلا أنت لو في مجال المونتاج وشفت فيديو مثلا وعجبك وعاوز تعمل طريقة المونتاج اللي موجودة في الفيديو ده، يعني مثلا لو جينا للفيديو زي كده، لو جينا مثلا لفيديو زي كده. طبعا هذه العبارة غاية في الجمال. يقول: كنت في بطن أمي وحدي، وخرجت إلى الدنيا وحدي، وأموت وحدي، وأدخل في القبر وحدي، وأحاسب وحدي، فإذا دخلت الجنة دخلت وحدي، وإذا دخلت النار دخلت وحدي، ففي هذه المواطن لن ينفعني أحد، فما لي وللناس، فما لي وللناس. فمثلا لو الفيديو ده عجبني انا بقعد احلل كل مشهد هو عبارة عن ايه وعمله ازاي، وهستخدم ادوات ايه عشان اعمل المشهد ده، وهكذا. فانت تحليلك للمشهد وتفكيرك ان المشهد ده اتعمل ازاي، انت بتسترجع الادوات اللي موجودة في البرنامج وبتوظف مجموعة ادوات من اللي موجودين في البرنامج عشان تعمل المشهد ده. فاحنا هنطبق الطريقة دي مع بعض النهاردة خطوة بخطوة. هنقعد نحلل كل مشهد، والمشهد ده اتعمل ازاي، وايه الحركات اللي موجودة فيه، وايه الادوات اللي ممكن استخدمها في البرنامج عشان اعمل المشهد ده. فتعالى كده مع بعض واحدة واحدة. هناخد الفيديو ده كمثال وهنحلل كل مشهد فيه. تعالوا كده واحدة واحدة نبدأ من أول مشهد ونحلل كل مشهد ونبدأ نعمل زيه. تعالوا نشغل أول مشهد. طبعا هذه العبارة غاية في الجمال. يبقى دلوقتي أول مشهد معانا اللي هو التكست أنيميشن. عندي التكست أنيميشن بيظهر بطريقة معينة وبيتكتب العبارتين دول. فتعالوا نفتح برنامج المونتاج ونشتغل على أول مشهد. هنفتح برنامج المونتاج بالشكل ده كده اللي هو برنامج في ان طبعا اللي احنا شغالين عليه حاليا. هنضغط على علامة الزائد بالشكل ده كده عشان نبدأ مشروع جديد، ونختار طبعا الخلفية اللي انا هشتغل عليها. طبعا انا هختار الخلفية البيضاء عشان هو كان مختار خلفية بيضاء برضو بالشكل ده كده. دي الخلفية اللي انا هشتغل عليها. هو كان مستخدم برضو بعض الشادو في الخلفية، فانا هضيف برضو بعض الشادو في الخلفية. هضغط على علامة الزائد واضيف بعض الشادو، وليكن مثلا الشادو ده، واكبره واخليه على قد الخلفية بالظبط. بعد كده المفروض اروح اضيف التكست اللي انا عاوز اكتبه. هضغط على التايم لاين بتاع التكست من هنا بالشكل ده كده، واضيف تكست بالشكل ده، واكتب الكلام اللي المفروض يتكتب. هو عبارة عن جملتين، هنخلي كل جملة في سطر لوحدها او في طبقة لوحدها. هغير لون الخط من هنا، واغير برضو نوع الخط. هختار نوع الخط ده بالشكل ده كده. بعد كده هكرر الطبقة ديت، هضغط عليها بالشكل ده كده واضغط على دوبليكيت، وعملت نسخة تانية منها. هكتب برضو الجملة التانية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. ممكن اضيف بعض الخلفية برضو، حاجة في الخلفية كده زي جريد برضو هتديني شكل حلو. هضغط على علامة الزائد هنا في التايم لاين الخاص بالصور والفيديوهات، واضغط على فوتو، وبعدين هضيف مثلا الجريد دي واكبرها واخليها بالشكل كده في المنتصف، واقلل الاوباسيتي بتاعتها حاجة بسيطة. يعني مثلا اروح على اوباسيتي واقلل الاوباسيتي بالشكل ده كده. بعد كده هخلي التايم لاين بتاعها يبدأ من الأول خالص زي ما انتوا شايفين. بعد كده هظبط أماكن العبارات وأخليها مثلا في المنطقة ديت. يبقى كده أنا كونت المشهد الأول بتاعي. تمام، محتاج أعمل إيه؟ أنا محتاج دلوقتي أحرك المشهد بتاعي. هعمل أنيميشن للعبارة دي والعبارة دي. هروح على أول عبارة اللي هي طبعا هذه العبارة، وأروح أضغط على موشن وأختار مثلا وليكن مثلا الانيميشن ده، وازود الايه التايم بتاعه شويه عشان يبان معايا.
هروح على العبارة التانية واعمل لها برضو انيميشن. هروح مثلا اعمل لها انيميشن للسكيل واخليها تبدأ بالشكل ده كده. جميل جدا. هزود برضو التايم بتاعها شوية عشان تبان معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. جميل جدا جدا جدا. تعالوا كده نشغل ونشوف. احنا نسينا حاجة مهمة، اللي احنا نضيف الصوت بتاعنا اصلا. فهنضغط على الميوزك من فوق من هنا كده، نضغط على ميوزك وبعدين ماي ميوزك وبعدين ميوزك لايبراري طبعا ونضيف هذه الصوت. العبارة ونضيف الصوت بالشكل ده كده. طبعا هذه العبارة غاية في الجمال. حلو جدا. لو جينا نشوف المشهد اللي بعد كده، ان في ميكروفون بيظهر في نهاية المشهد ده. بيظهر هنا كده عشان هو ده هيكون بداية المشهد التاني. يعني هو بيظهر في نهاية المشهد الأول ويكون بداية المشهد التاني. تعالى كده نشغل ونشوف. بص هنا كده، ميكروفون بيجي يقف في المنطقة دي كده اللي هي هنا، وبعدين يبدأ يظهر المشهد التاني بتاعه اللي هو شيب كده هيظهر من تحت الميكروفون. حركته هتتبع حركة الميكروفون ويظهر العبارة اللي بعد كده. فتعالى نشوف مع بعض كده. يقول كنت. تمام جدا. تعالى بقى نشوف الحركة دي بتتعمل ازاي. هروح هنا كده بالشكل ده كده. تمام. واضيف بقى الميكروفون بتاعي. هروح على الميكروفون، هضغط على علامة الزائد واضيف شكل الميكروفون بالشكل ده كده. بالشكل ده كده واكبره واخليه في المنطقة دي. المفروض هو هيظهر في المنطقة دي، يعني هيبدأ يظهر معايا في المنطقة دي كده. طبعا الظهور بتاعه المفروض يكون من نهاية المشهد الأول. يعني هنا كده المفروض يكون ظهوره في المنطقة دي هنا. أول ما ده يظهر ده يظهر كمان. تمام. طيب هنعمل له برضو انيميشن. هروح على موشن واعمل له هذه انيميشن العبارة هذه العبارة هذه العبارة هذه العبارة مثلا غاية هذه وليكن العبارة غاية هذه العبارة غاية. بالشكل ده كده. حلو جدا. تعالى كده نشغل ونشوف عشان نشوف بداية المشهد. طبعا هذه العبارة غاية. حلو جدا. الميكروفون برضو هيظهر من نهاية المشهد ده، يعني المفروض من هنا كده. هنا كده. غاية في الجمال. حلو جدا. بعد كده هيبدأ يتحرك الميكروفون في الكورنر ده ويسحب معاه اللي هو الشيب اللي هيتكتب فيه الجملة اللي بعد كده. فتعال نشوف هنعمل دي مع بعض ازاي. بكل بساطة هنروح على الميكروفون. طبعا هنا هنحرك الميكروفون بالكي فريم. تمام. عشان الحركة هنا مش موجودة في الموشن. أنا عاوزه يتحرك في مسار معين. فهحط كي فريم هنا في بداية حركة الميكروفون. المفروض يبدأ يتحرك من هنا، وبعدين أحرك مسافة مثلا يقول كنت. اللي هو هشوف برضو المسافة اللي المفروض يتحركها. يقول المفروض يبدأ يتحرك مثلا من هنا. تمام. فهحط الكي فريم هنا كده، والمفروض ده يبدأ بقى يتحرك هنا كده. المفروض بقى مع الحركة الميكروفون ديت في حركة للشيب. طبعا لسه ما ضفناهوش. هنضغط على علامة الزائد هنا، نضغط هنا ونضغط نضيف الشيب اللي احنا جبناه بالشكل ده كده. طبعا هنكبر الشيب ده ونخليه على قد المساحة بتاعته. وليكن أنا عاوز يغطي على العبارتين دول برضو. المفروض يكون بالشكل ده كده. جميل جدا. طيب المفروض الميكروفون بقى يكون فوق الطبقة دي. تمام. والطبقة دي تبدأ من بداية الكي فريم الأولانية، بداية تحرك الإيه الميكروفون. وهطلع الطبقة دي فوق طبقة الميكروفون، فوق الطبقة دي عشان تظهر بالشكل ده كده. تمام. الشيب المفروض يتحرك الحركة اللي المفروض يتحركها. طيب اللي هي إيه بقى؟ المفروض هنحط هنا كي فريم. تمام. في بداية الشيب هنا كده نحط كي فريم. تمام. وكي فريم تانية عند الكي فريم التانية بتاعة الميكروفون عشان الحركة بتاعتهم هم حركة مع بعض. يعني حركة الشيب تتبع حركة الميكروفون، فهم نفس الحركة بنفس الزمن. تمام. فالمفروض عند النقطة الأولانية يكون ده مختفي. هروح عند النقطة الأولانية بتاعة الشيب بالشكل ده كده وأبدأ أصغره خالص. هروح هنا كده وأبدأ أصغره بالشكل ده كده، ونخليه الكورنر بتاعه يبدأ من عند الميكروفون، يعني مثلا من هنا كده ويبدأ يكبر في المكان بتاعه. تعالى كده نشغل ونشوف. بص هنا كده، هنا بيكبروا ويفتح مع بعض، يعني نفس الحركة
اكن الميكروفون هو اللي بيفتح الشيب زي ما انت شايف بالشكل ده كده. دي الحركه اللي انا محتاجها. تمام. طيب مع الحركه دي كده المفروض العبارتين دول يختفوا. فالمفروض نعمل ايه بقى؟ اقص العبارتين دول هنا كده، هنا كده، وبرضو العباره دي المفروض تتقص هنا كده، نفس الكلام. تمام. ممكن اعملها بالكي فريم عن طريق الماسك. بكل بساطه اروح عند بدايه كل طبقه بالشكل ده كده، واروح احط كي فريم، واروح هنا احط كي فريم بالشكل ده كده. وبعد كده هروح بقى اعمل ماسك عند النقطه الاولانيه بالشكل ده كده. هروح على الماسك واختار مثلا الماسك ده. تمام. وبعدين اكبره بالشكل ده كده واخليه على حجم الجمله. تمام. واخليه يبدا من هنا ويبدأ يسحب معاه الكلمة أو يخفي الكلمة. بس أنا هضغط كمان مرة على الماسك عشان يظهر لي الكلمة في البداية. تمام. هروح على الكي فريم التانية. تمام. وأبدأ أحرك الماسك بتاعي، يعني أبدأ أحرك الماسك بتاعي بالشكل ده كده عشان إيه؟ يخفي لي الكلمة. تمام. يعني لو جيت كده، لو جينا كده شفنا هتلاقي ده بيختفي مع ظهور الشيب. تمام. حلو جدا. نفس الكلام برضو في الطبقة اللي فوق. اختار الطبقة اللي فوق واحط كي فريم، واحط برضو كي فريم في النهاية، وبعدين ماسك، وبعدين ريكتانجل ماسك. واختار برضو الماسك ده يكون المفروض في البداية هنا كده ظاهر وانا بره، وبعدين اخلي الماسك بره. المفروض الماسك في النقطة التانية يكون مخفي، يعني المفروض احنا دلوقتي عند النقطة التانية فالمفروض يكون مخفي بالشكل ده. عند النقطة الأولى بقى، يعني عند النقطة الأولى هنا المفروض الماسك ده هيكون بالشكل ده كده، وهيكون بره يعني ظاهر. تمام. لو جينا نحرك كده هتلاقي ايه؟ بيختفي مع ظهور الشيب بتاعنا. تمام. دي الحركة اللي احنا عاوزينها. بعد كده هنضيف الكلام بقى اللي المفروض يظهر هنا كده. تمام. المفروض في كلمة هنا هتظهر يقول. اللي هي كلمة يقول. طبعا هنكبر الخلفية شوية. احنا كبرنا الخلفية بالشكل ده كده. تعالى بقى نكمل، وطبعا هنمد طبقة الشادو والجريد بالشكل ده كده عشان هما مكملين معانا. بعد اول ما يظهر الشيب معايا ويفتح بالشكل ده كده، المفروض في تكست هيظهر اللي هو يقول. هنكتب بقى كلمة يقول. هنضغط على التكست، نضيف الكلمة بالشكل ده كده، نكتب. طبعا هخليها باللون الأحمر، والفونت طبعا هغير نوع الفونت، وأكبر الحجم شوية من هنا بالشكل ده كده. المفروض هتظهر في المنتصف وبعدين هتبدأ تطلع لفوق. فأول حاجة هتظهر في المنتصف معايا. طبعا هنعمل لها انيميشن. المفروض انا عاوزها تظهر مع ظهور الميكروفون، يعني هنا كده مع ظهور الميكروفون. وبعدين هروح هنعمل لها انيميشن مناسب مع حركة الميكروفون. يعني خلي الانيميشن بتاعك مناسب مع حركة الميكروفون. يعني مثلا يقول كنت في. تعالى كده نشوف بص هنا اكني يقول بتبدأ مع حركة الميكروفون، يعني ماشية مع حركة الميكروفون. تمام. بعد كده بعد ما تظهر بالشكل ده كده المفروض هتبدأ تطلع لفوق. فهحط كي فريم هنا كده، وبعدين احرك مسافة واحط كي فريم، وبعدين اطلعها لفوق عند الكي فريم التاني عشان تبدأ تتحرك معايا. يعني الحركة بتاعتها هتكون كده زي ما انت شايف. طبعا هعمل كيرف هنا عشان الحركة تكون ناعمة. هعمل كيرف اللي هو الايزي ام. يقول. بس كده. تمام. بالشكل ده كده. طيب بعد كده بنضيف الجملة اللي بعد كده. طبعا هغير اللون، هخليها مثلا باللون الابيض عشان هنحط تحتها شيب دلوقتي. هروح على الفونت واغير نوع الفونت واخليها لتحت شويه بالشكل ده كده. تمام. بعد كده بقى المفروض احط شيب تحتها كده يظهر بنفس الظهور بتاعها. بس هعمل لها انيميشن الاول. هعمل انيميشن للكلمه. تعال نشوف البدايه بتاعتها هتكون منين. كنت. تمام. يبقى المفروض البدايه بتاعتها من هنا. اعمل لها موشن. اروح على موشن مثلا الفيد. كنت في بطن. اخلي الانيميشن ده. بعد كده هروح بقى اضيف الشيب اللي انا بقول لك عليه اللي هضيفه تحت الكلام اللي هو باللون الاحمر اللي هو ده. بعد كده هعمل له دوران. هروح على الروتيت واعمل له دوران بالشكل ده كده،
واحطه تحت الجملة بتاعتي بالشكل ده كده. لو جينا شغلنا المفروض يظهر كده. هعمل له انيميشن يظهر بنفس الطريقة برضو اللي كنت هو في بطن أم كنت في حلو جدا. تعالى كده نشغل. يقول كنت في بطن أمي. جميل. الطبقات طبعا هحسب اخر طبقتين اللي هم بتوع الشادو وبتوع الجريد زي ما هم، تمام بالشكل ده كده، واخلي الباقي اخره هنا كده. حتى الكلام اللي فوق برضه هيكون اخره هنا، تمام. بعد كده بقى اعمل موشن، يقول كنت في بطن وبعدين أمي اعمل وحدي. اوت واخليهم ينتهوا بشكل ما، مثلا ابن وليكن أمي وحدي. ابن أمي وحدي. ابن أمي وحدي. ابن أمي وحدي. ابن أمي. اخليهم ياخدوا الانتهاء اللي هو لفوق عشان الايد هتطلع يعني من فوق من تحت لفوق، يعني مثلا زي كده، في بطن أمي وحدي. تمام. الايد هتطلع من تحت لفوق، فانا عاوز ياخدوا نفس الحركه بتاعت الايد، تمام. فانا هروح على كل واحده واعمل لها نفس الحركه. هروح على موشن أمي اوت واختار أمي الريفيرس، وحدي. أمي وحدي. وحدي. أمي وحدي. تمام. نفس أمي. الكلام هروح برضو على الطبقه ديت، تمام، واعمل لها موشن. هروح على اوت واختار أمي الريفيرس برضو، وحدي. أمي وحدي. تمام جدا. بعد كده هروح على الميكروفون برضو، اختار موشن غاية في الجمال. اوت بطن ريفيرس، أمي وحدي. ابن أمي وحدي. ابن أمي وحدي. ابن أمي. تمام. بعد كده برضو نفس الكلام الشيب، هروح على موشن واروح على ريفيرس. ممكن ده اخليه سكيل اللي هو الاوت بتاعه، وبعدين هروح على ابن السكيل. أمي وحدي. ابن أمي وحدي. ابن حلو ده. أمي وحدي. ابن تعالى كده نشغل ونشوف. أمي وحدي. حلو جدا. المفروض بقى كلمة وحدي او مع وحدي ديت اللي هي الايد بتظهر وحدي. من بداية هنا مثلا، من بداية التحرك من هنا، تمام. فهروح اضيف الايد، اضغط على علامة الزائد واضيف الايد بالشكل ده كده، واكبر الايد بالشكل ده كده، بالشكل ده، تمام جدا. بعد كده المفروض ظهورها يكون برضو واخد اللي هو الحركة من تحت لفوق. هروح على موشن واختار سلايد وحدي. 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 واختار اللي هو وحدي. ده. وحدي. 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 تعالوا كده نشوف. حلو جدا، حلو جدا، لذيذ. بص تعالوا كده. وحدي. جميل جميل جميل، تمام. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هروح بقى اضيف التكست واضيف الشيب برضو. اول حاجة هضيف الشيب، هروح على الشيب بالشكل ده كده واضيف نفس الشيب ده واعمل له دوران واصغره بالشكل ده. طبعا المفروض يظهر من هنا كده، دي بداية الظهور بتاعه، تمام. وهنعمل له برضو حركة، برضو هنعمل له حركة للظهور مثلا وليكن الجريدينت ده. حلو جدا، تمام. بعد كده المفروض هيظهر كلمة وحدي تتكتب على الشيب ده. طبعا الشيب ده المفروض يكون تحت الإيد، تمام بالشكل ده كده. هروح على التكست واكتب كلمة وحدي، هغير نوع الخط واكبرها طبعا شوية واخليها هنا كده بالشكل ده. طبعا انا هعمل لها انيميشن، اضغط عليها واعمل لها انيميشن وليكن بالسكيل بالشكل ده كده. تعالوا كده نشغل ونشوف. وحدي. تعالى كده نشغل من الاول خالص. طبعا هذه العبارة غاية في الجمال. يقول كنت في بطن أمي وحدي. جميل جدا جدا جدا. انتوا بقى اللي هتكملوا باقي المشهد، تمام. يعتبر احنا عملنا نص الفيديو كده، انتوا بقى هتكملوا باقي الفيديو. نفس الكلام، هبعت لكم الفيديو الاصلي، هبعت لكم الصوت، وانتوا بقى يعني اعملوا محاكاة للفيديو، حلل كل مشهد واعرفوا اتعمل ازاي واعمل زيه، تمام. ونزلوا البروجكت بتاعك النهائي على جروب الفيسبوك. طبعا هسيب لك رابط جروب الفيسبوك في الوصف، وطبعا كل الملحقات اللي احنا استخدمناها هتلاقيها في الوصف عشان تقدر تستخدمها في الفيديو بتاعك. بس كده يا شباب، في امان الله.